الناس قاعدة تقول لي بقى ايه، يعني حاولت اعمل فيديو جديد بمناسبة رمضان يبقى فيه حاجة جديدة وكده. فانا طالع النهاردة اهو معايا مصلية، اللي ورايا دي مصلية بمناسبة رمضان يعني. في حاجات اتربينا عليها بس مش مستوعبينها. يعني اغاني رمضان، اغاني رمضان انا في حاجات مش فاهمها لحد دلوقتي. يعني تلاقي واحد بيقولك وحاوي يا وحاوي ايوحة، هنعدي وحا وياحة، بس يعني ايه ايوحة؟ ما اصل اكيد ايوحة دي جاية من لفظ اعتراضي كلنا عارفينه، اللي هو تلاقي واحد بيتخانق مع صاحبه في رمضان فبيقول له فابوه دخل عليه قال له ايوحة كده يعني. تخش الاغنية تانية تلاقي بتقول ايه، رمضان جانا وفرحنا به بعد غياب. هو بينام في اخر الاغنية، ففي عيال بقى من ورا بتصحيه اهلا رمضان. طب هنعدي نفرح به، بس يعني ايه بعد غيابه؟ هو ايه يعني ما جاش السنة اللي فاتت؟ ما هو بيجي كل سنة، مش محتاجة فتح. تعدي الأغاني وتيجي المسلسلات حيث المهلبية كلها، تلاقي طول السنة بتتنشأ على مسلسل مش لاقي. تيجي في رمضان تلاقي مين بقى؟ غادة عبد الرازق، علا غانم، سمية الخشاب، هيفاء وهبي، وتلاقيهم كاتبين لك في آخر الشاشة صوما مقبولا وإفطارا شهيا. ده إفشاخا شهيا، ده مش إفطار اللي انتوا بتعملوه فيها، انتوا بتفشخونا. تمام. ده غير كده ان في المسلسلات لازم تلاقي طبق كبسة كبير وعليه لحمة وأكل بالهبل، وطول المسلسل عمالين يشربوا في عصاير. انت فاهم؟ تحس ان المسلسل معمول عشان يكفرك والله. تخلص من التلفزيون والراديو تلاقي واحد صاحبك سخيف تلاقيه داخل عليك بيقولك هو انت صايم ولا زي كل سنة؟ لا زي امك يا كلب. تيجي لصاحبك الخشاش فتمس عليه بجوب تقول له امسك يا اسطى الجوب ده مني ليه؟ يقول لك يا اخي يا اخي استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. تيجي بقى بالليل بعد الفطار تلاقيه بيشرب خمره فتقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك يا عم قشطه بقى بعد المغرب عادي. ده متخلف عقليا عنده انفصام في الشخصيه ما تعرفوش تاني. وتيجي للفطار انت بعد ما تاكل طبعا وبعد ما تفطر تمام، فتلاقي نفسك ايه، هتبقى واخد البوزيشن ده فتخش تنام. فتلاقي اخوك الصغير داخل عليك اصحى اصحى بسرعه اصحى اصحى، فتقول له في يا ابن البيت بيولع؟ يقول لك لا برنامج رامز الجديد شغال. ده ترميم البلكونه. بس في ناس بتستفزني جدا في رمضان، وهي اللي تجيلك قبل رمضان تلاقيها عامله لك تاج في صوره على الفيسبوك، كل شويه تاج تاج لحد ما قفاك يورم. والله المشكله مش في كده، المشكله اللي تلاقيه عامل لك تاج في علبه زبادي، انت فاهم، عامل لك تاج في واحد صايم. هتقول لي عرفت منين ان هو صايم؟ اقول لك ده في اختبار مصري معروف. تلاقي واحد صاحبك داخل عليك بيقول لك انت صايم، هتقول له اه، يقول لك لا مش مصدقك، طلع لسانك يا عم اهو، ها شفت ايه بقى انت في لساني؟ ها يعني انت شفت ايه في لساني؟ مكتوب عليه انا صايم ولا لا؟ يقول لك لا، ما هو لو انت صايم هيبقى لسانك ناشف وديك ناشف. طب ما انا ممكن اشرب واعمل لساني بالسشوار يعني عادي. يا جماعه نبطل فتي والنبي بقى، مش في رمضان كمان. كل سنه وانتم طيبين.